اليوم سأتكلم معكم باللهجة الليبية، وسأخاطبكم مباشرة كفرد من أفراد هذا الشعب الليبي. إن ليبيا قبائل وعشائر وتحالفات. ليبيا مش فيها مجتمع مدني وأحزاب لا، ليبيا قبائل وعشائر، وكل واحد قاعد في منطقته، كل واحد عارف هلا، كل واحد عارف ناسه. تصبح حرب أهلية. نرجع للحرب الأهلية بتاع 1936، نقتل بعضنا في الشوارع. ولهذا نحن اليوم امام اختبار عسير وتاريخي. اكون معكم بصراحه، حتى البلطجيه والصياع والضياع اصبحت الان عندهم دبابات ورشاشات ومدافع. الان هذه اللحظه تجوب الدبابات وفيها بدنيين وناس سكره ويقودوا في دبابات ويقودوا فيها في وسط مدينه بنغازي. البيض الان الرشاشات موجوده في وسط المدينه عند ناس بدنيين. تم الاستيلاء على كثير من مخازن الذخيرة والمعسكرات. القوة هذه اللي تحاول تدمر ليبيا وتفتتها عند سلاح. بالإضافة أنتم الآن عندكم شركات في ليبيا تنفذ بمشاريع ب 200 مليار، هذه انتهت راحت. الآن كل الناس أخذوا واحد، ولن تجدوا حد يجي ليبيا ويعاود البناء في ليبيا. وسط الظروف الأمنية المضطربة التي تعيشها المدن الليبية، تسعى الدول الأجنبية إلى إجلاء أكبر قدر ممكن من رعاياها بسلام. الصين صاحبة الرقم الأكبر من الرعايا الأجانب ب36 ألف عامل نجحت في إجلاء 12 ألف منهم. تذكر كلام هذا كويس. ولهذا نحن اليوم امام مفترض وامام قرار تاريخي كنا كليبيين. اما ان نتفق اليوم ونقول يا احنا ليبيين هذه بلادنا، احنا نريد اصلاح، نريد نجيب الحريه، نريد نجيب الديمقراطيه، نريد اصلاح حقيقي، نريد كذا 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 كذا، وهو مكان اصلا متفق عليه وكان يفترض يتم في جلسة مؤتمر الشعب العام القادم. الشعب الليبي عاقل ويعرف مستقبله ومستقبل أبنائه، ويعرف أن اليوم نحن على محك تاريخي خطير.